يا ابني ايه في ايه يا معلم؟ ايه في انت فين؟ كنت قاعد مع مدام سرايا بس طلعت ست زي السكر والله. مع مدام سرايا؟ هو ده اللي انت مقعده مكانك؟ بيقول لك قاعد مع مدام سرايا. مين اللي جه يا ميدو؟ ده طارق يا سوسو. سوسو، الله عليك يا حلوف. استدرجوك يا غبي. ما انت اتاخرت عليا بصراحه، قلت اقعد ارغي معاه شويه. طيب ميدو تعالى يا ميدو نشيل البتاعه دي عشان في عمال مطلعين الحاجه. استنى، محدش يحرك قشايه الا لما يجي الاستاذ صاحب الشقه. اهلا، قابل يا سيدي. نعم يا حبيبتي، في حاجه مش مريحاكي؟ قولي لي. لا ولا حاجه يا طنط. طنط؟ انا برضو يتقال لي طنط؟ لمي نفسك يا بت انت. بت؟ هو ايه اللي بت؟ هو انت هتفضل واقف كده تتفرج وهي بتهزقني؟ ما تقول حاجه يا طارق. يعني ايه يعني؟ طارق هيعمل ايه يعني؟ ها؟ انا بقول لكم اهو كلمه واحده، اللي هيحرك اي حاجه من هنا انا مسؤوله. ها؟ انا بقول لك اهو يجي صاحب الشقه. هايله فنانه، شفت قلبت ازاي؟ بس يا غبي فظيعه. بس حبيبتي بصي، انا صاحب الشقه، فاني صاحب الشقه ده اللي يجي. انا عارفه يا حبيبي انك انت صاحب الشقه، بس انا بقول لك الاستاذ رمزي بعدني مكانه هنا وقال لي ما تتحركيش ومحدش يحرك حاجه، وقال لي كمان انك انت هتعمل شويه الحركات القرعه اللي انت بتعملها دي. ملوش لزوم يا حبيبي، ده انت طيب وانا بحبك وحتى صوتك حلو. طب يا حبيبتي انا ايه اللي اقرع في اللي انا عملته ده؟ انا بدخل اوضتي في شقه ابويا الله يرحمه اللي هي حقي. انا عارفه انه حقك، بس انا ذنبي ايه؟ انا رمزي قال لي اقعدي هنا ومفيش حاجه تخرج من الشقه الشايه الا لما يجي. ذنبي انا ايه بس؟ نحط الحاجه دي فين يا باشمهندس؟ حط الحاجه هنا يلا وطلع الباقي اللي تحت. انت مفيش حد مالي عينك ليه؟ ما حدش يحرك اي حاجه من مطرحها. حبيبتي انت كنتي موجوده لما كنا بنقول ان احنا هناخد هدنه، ودي اوضتي وما عنديش اي مكان في الدنيا اعرف احط فيه اوضتي غير هنا. هو انت لسه هتتفاهم معاها يا طارق؟ حط الحاجه هنا. هو انت مش سامعني ولا ايه؟ نحط الحاجه ولا ما نحطهاش يا باشمهندس؟ ما احطها يا معلم، حطها طبعا. ما حدش يحط اي حاجه، ما حدش يحرك حاجه الا لما يجي رمزي. انا جيت اهو. أيوة. في ايه؟ عايزين ياخدوا بيتك يا استاذ رمزي. انت ايه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنعمل هدنه ونعيش مع بعض في سلام لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل؟ بقول لك ايه يا ابني انت، انا هدخل اوضتي ومش هتفتح بقك معايا ومش هتعرف تعمل معايا حاجه. ابني ايه؟ هي عافيه ولا ايه؟ اعتبرها عافيه، انا بقى بتعافى عليك بقى. انا هي عافيه، انا هي عافيه. ما تخلصونا بقى من الشغلانه دي. نحط الحاجه ولا ما نحطهاش؟ ايوه حطها طبعا. ما تحطش حاجه. ايه اللي ما تحطش حاجه؟ الله يعني ايه؟ مش فاهم انا بقول لك هشتري قوي. ازيك يا كريم؟ لا 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 لا، ده مورستان مش بيت. تعالى يا كريم، تعالى هنا لو سمحت. أنا آسفة يا جماعة، أصل كريم متعود من أيام حسين الله يرحمه أول ما يلاقي الباب مفتوح يخش على طول. ليلى بنت حلال، جيتي في وقتك. أنا عايز أسألك سؤال، مش إحنا اتفقنا مع بعضينا إن إحنا هناخد هدنة مع بعض كده لغاية ما المحكمة تبت في الأمر ونشوف إيه اللي هيحصل؟ بالظبط. ايوه ايه بقى؟ انا عايز ادخل اوضتي. اتفضلي. البيع عايز يدخل اوضته عشان يثبت ان هو كان عايش هنا، يعني نيته مش سليمه اهو. عايز ادخل عفشي في شقه ابويا. كانت وما زالت يا حبيبي، وما زالت. بقول لك ايه، انا فاض بيا وجبت اخري منك والله العظيم. يعني بعد طب كده يا جماعة لو سمحت بعد إذنكم ممكن نهدى شوية وتسمعوني؟ لا لا لا، ثانيه واحده بس. هو انت مين عشان نسمعك وتقولي لنا كلام ومفروض ان احنا ننفذه يعني؟ استني يا ريهام، استني دلوقتي. معلش يا طارق سيبها، هي ما تعرفنيش كويس. أستاذ رمزي مقامه كبير قوي عندي، وطارق كمان زي أخويا بالظبط، وتدخلي اللي مش عاجبك ده هو محبة مش أكتر. انا هديت اهو يا ليلى. عايزه تقولي ايه؟ هترضوا بحكمي؟ انا راضي. انا هرضى بس لو عجبني، لو ما عجبنيش مش هرضى. يعني ايه لو ما عجبكش؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ لعب عيال بقى. يا ترضى يا ما ترضاش. انا بقى عيل صغير. ها يا طارق؟ ما هرضى بقى خلاص. ماشي.